كافيه وما نجحش السي خالد. اليوم السؤال اللي طرح نفسه والسؤال اللي بغيت انا نصطافوا وهشام يجاوبوا الجمهور الوداد، واش عموته البروفايل الانسب اليوم؟ واش عنده من المقومات التكتيكيه؟ واش عنده كذلك من الكاريزما ما يكفي؟ لانه باش يتعامل مع المحترفين عنده من هذا الكاريزما ما يكفي. ما يمكنش يدوز عندنا كزافي اللي هو كزافي وراول اللي هو راول وغنحير مع زياش والمرابط من سابع المستحيلات. وحاجه اخرى يا عموته زياش دابا انت قلتي لي واش يحير مع زياش وراول سي لو ميم كاليبر لوط غام ولكن الناس كتعرف بلي ان زياش ستان جوور كاركتيريال واخا ولكن حدود الساعه ما خلق حتى شي مشكل لانه لقى شنو بغى لقى العائله لا لقى شنو بغى العائله بوحدها العائله عنده حتى في الدار لا لقى العائله ظروف مواتيه وقال لقى تعبئه شامله لانه الجمهور كله كان كيدفعوا دعم فوالا اللعاب شي لعاب. راه القاعده الجماهيريه كذلك راه مهمه منير. ملي كتكون معاك سوا ديزون كتكون ضدك، الا كانت ضدك خصك دير واحد لا رياكسيون واحد ليفور في التيران مدوبل ولا متريبل باش يرشفعوا عاوتاني انهم يكونوا معاك. اليوم راه لقى كاع الظروف مواتيه هو لاعب كاليبر كبير. اليوم راه السي خالد زياش اليوم زياش راه لاياكس كتناقش بانه ممكن يرجع لاياكس، يعني لاعب دو بروفايل دو كاليبر. ما تنظرش بانه مدرب اللي غيكون ذكي هو اللي خاصو هذوك التوابيت وهذوك الدعامات كيفاش يخليهم يخدموا معاه ويعاونوه في الفرقه ويعاونوه في النتائج. هو المجيء ديال عموته من الحلول البيت الودادي باش نكونوا صراحه. اليوم تنتكلموا على المرابط تنتكلموا على زياش. بالعكس راه اي مدرب يتمنى يكونوا عنده مثلا هذا البروفيل. حنا كندويو على البروفيل ديال اللاعب. كنعرفوا اللاعبين المحترفين اللي يلعبوا في مستوى عالي ويلعبوا في انديه هما اللي كبار ودوزوا مدربين كبار دازوا واحد المرحله ديال الفراغ، منهم مثل المرابط ومنهم زياش. اللي جاو دابا الوداد لقاو داك الشيء اللي بغاو من الناحيه الكرويه، يلعبوا توتولير بقاو الدفع كما قلتي السي مبروك تيلعب رسمي. هادو من الحوايج اللي هو يرجع الشخصيه ديالو ويرجع الاسم ديالو اللي هو ربما تنسى واحد سنه ولا سنتين. يعني في لا بغى يرجع يحترف. انا بالنسبه لي كما قال صحيا